مساء الفل والهنا، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الشاورما السوري، حاجه اخر جمال والعيال كلها بتحبها. هنا حطيت على الشاورما زيت وخل وفلفل اسود وملح وبهارات ومرقه دجاج، ونزلت بيها كده على زيت سخن جدا. وهحط بقى دلوقتي زعتر وبابريكا وكركم. كل ده يتقلب مع بعض. لو عايزه تحطي كوبايه زبادي برضو وتسيبيها منقوعه شويه ماشي، بس انا عملتها على طول وكان طعمها حلو جدا تجنن بصراحه. وعايزه اقول لكم بتعمل سندوتشات كتير قوي، بترمي كتير قوي، يعني النص كيلو انت هتشوفوا معايا لما اخلص قد ايه. اهو هنا كنت بحط البابريكا والكركم والزعتر. سيبوها لحد ما ميتها يعني تشرب ميتها كلها، مش عايزه فيها ولا نقطه ميه، حتى تحس ان هي ايه يعني ابتدت تاخد لسعه كده، لان هو ده اللي بيديها الطعم الحلو قوي. انزل بالبصل بقى شرايح مقطعاه رفيع، ونقلب مع بعض كده. وبعدين هننزل بالفلفل ونقلب مع بعض. اخر حاجه الطماطم، وتكوني شايله منها البذر ومقطعاها شرايح عشان ميتها ما تنزلش ويبقى الشاورما فيها ميه، عشان احنا مش عايزين الشاورما يكون فيها ميه خالص. بس تسيبيها تقلبتين، ما تكتريش كتير بعد ما تحطي الطماطم، ما تخليهاش تستوي كتير. اهو طلعتها هنا اهو. التوميه دي كنت عاملاها قبل كده معاكم في فيديو، هتلاقوها فيديو لوحده لو انتوا عايزين تشوفوه. ونحط بقى الشاورما. عايزه اقول لكم بترمي كتير قوي والله، يعني ممكن النص كيلو ده يعمل لكم 10 ترغيفه شاورما، تخيلوا. وهنا بقى خيار ده جايباه من عند بتاع الترش البلدي. تقولوا له عايزه خيار وعايزه اللفت الاحمر دوت، بيبقى طعمه حلو جدا في السندوتشات زي بره. عيالي بيحبوه بصراحه. السندوتشات دي بقت غاليه جدا، وكلكم اكيد عارفين هي غاليه ازاي دلوقتي من بره، فبعملها لهم في البيت. بترمي كتير جدا وبياكلوا وبيشبعوا غدا وعشاء. اهو. بعدين هوريكم وانا بسويه بقى. صراحه جميل جدا وجربوه هيعجبكم قوي، هتعجبكم قوي الشاورما بالطريقه دي والسندوتشات دي. واظن كل العيال بتحب الحاجات اللي هي بتاعت بره دي، فانت اعمليها لهم في البيت. اولا بتوفري، ثانيا طبعا هي الحاجه غاليه بس اكيد مش زي ما تجيبي من بره. احسبي كده انت 10 سندوتشات من بره هتجيبيهم بكام؟ لا انت ال10 في البيت هيكلفوكي يعني مثلا بتاع 100 جنيه. بس ايه 10 سندوتشات؟ انت الواحد بره اقل حاجه ب35 جنيه، فطبعا ده حلو جدا في البيت. اهم حاجه تضغطي عليهم وانت بتسويهم في الطاسه. هنا بقى كنت بحط بطاطس، ما احنا نعمل شويه كده وشويه كده. وممكن تعمليه بطاطس بس اصلا بيبقى تحفة جدا. ممكن تزودي معاه بدل التومية جبنة موتزاريلا وتحوليه مثلا لسندوتش تاني خالص، يعني الحشوة دي براحتك. هنا بقى اهو كنت بوريكم الجمال والحلاوة من جوه، بجد حاجة تحفة. كلمتي الشهيرة فاخر من الاخر. هوريكم من كل الجوانب. لا يا جماعة، ده انا لازم اوريكم من كل الجوانب طبعا. ان شاء الله تشوفوني في فيديو جديد، واتمنى كل فيديوهاتي تعجبكم وتشوفوني على خير بإذن الله، واشوفكم دايما بخير يا رب. باي باي.